اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده. انا سلوى عبد، ووردبريس ديفلوبر، وهقول لك النهارده لو العميل كل شويه بيطلع لك تعديلات تقدر تعمل ايه. نعمل ايه عشان نحط حد لفكره التعديلات اللي على طول لا نهائيه من العملاء؟ اول حاجه احنا لازم نكون متفقين ومحددين مع العميل انا اقدر اديك تعديلات معينة او عدد التعديلات المعينة اللي انا اقدر اعملها لك بعد ما اسلمك المشروع بشكل مجاني. دي بتكون حاجات متفقين عليها. في ناس بتعمل تعديل مرة، مرتين، 3، اوكي، على حسب العدد اللي انت بتكون محدده. تمام. فاحنا بنعمل عقد بنكتب فيه عدد التعديلات اللي احنا هنعملها بعد ما نسلمه، او مثلا في ناس بتكتب المدة مش بتكتب العدد. يعني مثلا بيقول للعميل انت قدامك اسبوع بعد التسليم او قدامك 10 ايام بعد التسليم، تقدر ان انت تسلمني التعديلات واخلصهم فيها. لو الوقت ده عدى فانت كده ملكش تعديلات عندي. اوكي، ده في ناس بتعمل كده وفي ناس بتعمل كده. اهم حاجة ان احنا نكون موضحين في الاتفاق بتاعنا ايه اللي احنا نقدر نقدمه للعميل. في ناس في الاساس اصلا ما بتتفقش، يعني بتنسى ان هي تتفق او بتنسى ان هي تحدد حاجات زي التعديلات دي، فبتلاقي نفسها شغالة على مشروع بالشهور حرفيا، عشان على طول العميل عايز تعديلات وانت مش بتقول لا. فبالتالي على طول العميل عايز تعديلات. فلا، احنا بنحدد التعديلات اللي احنا هنستلمها من العميل. وبنعمل ايه؟ في ناس بتبدأ ان هي تديك تعديلات. احنا دلوقتي مثلا اتفقنا على عدد التعديلات اللي احنا هناخدها، اوكي. في ناس بتبدأ ان هي تديك تعديلات شفهي، او مثلا تدخل معاهم ميتنج تديك تعديلات وانت مش مسجل الميتنج ده مثلا. فبتلاقي نفسك ان انت هم قالوا حاجة وانت عملت حاجة، وممكن تكون عملت الحاجة اللي هم قالوها بس هم ناسيين هم قالوا ايه، هم دلوقتي عايزين حاجة تانية. فده طبعا مش هينفع. فانت لازم تكون مسجل الميتنج اللي انت بتاخد منه التعديلات من العميل. او مثلا حاجة بسيطة تانية، هنفترض ان انت مش هتدخل الميتنج اصلا، انت بتطلب من العميل سكرين ريكورد بيوضح فيها ايه الاجزاء اللي هو محتاج فيها التعديلات بتاعته بالظبط. اوكي، هي الدنيا بتمشي كده، مش بتمشي انت قلت لي ده كذا، لا انت قلت لي ده كذا، واحنا دلوقتي في خلاف او في خناقة عشان في غلط حصل او في سوء تفاهم عند حد فينا حصل. فبالتالي انت برضو كده كده اللي بتشيل الشغل عشان ما تخسرش العميل. فانت عشان ما تخسرش العميل في كل الاحوال بيكون في اتفاقيات وحاجات احنا ماشيين عليها. عقد بيقول انا هديك 1 2 3، سكرين ريكورد بيوضح انت محتاج ايه بالظبط عشان انا اقدر انفذهولك. انت كده بتعمل للعميل اللي هو عايزه، وما بنقعش في سوء تفاهم. لو العميل نسي حاجه او مثلا قال حاجه وقال لك لا انا ما قلتهاش، لا انت عامل لي سكرين ريكورد بيقول كذا. هي الدنيا بتمشي كده. اوكي، دي حاجات هتبعدنا جدا عن سوء التفاهم اللي بيحصل وبيخلينا نخسر العملاء بتوعنا. او ان انت حتى تشيل شغل زياده. في ناس بتشيل شغل زياده كتير جدا عشان ما كانش فيه تفاهم واتفاق في الاول. فانت دي غلطتك فبتشيلها بقى للاسف. فلا، احنا بنعمل ستوب لكل ده، بنعمل عقد متفقين فيه ما بيننا وما بين العميل. ابعد عن الاتفاق في التليفون او الاتفاق من غير حاجه كتابيه. الاتفاق بيكون في شات او بيكون في ايميل رسمي، او انت بتجهز عقد بتبعته للعميل والعميل بيقولك عليه اوكي، فاحنا كده ماشيين على العقد ده. الاتفاق لازم يبقى مكتوب. ما ينفعش تقوله لا انت قلت لي في التليفون كذا وهو يقولك لا انا قلت لك كذا خالص، ما ينفعش. ولو كان ميتنج لازم يبقى متسجل. بس كده احنا وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.